نستضيف اليوم الفنان المطرب والملحن العراقي جمعة العربي ونتعرف على تجربته الفنية والإبداعية في المحن. جمعة العربي بدأ حياته الفنية قبل نهاية السبعينيات في مدينة الثورة مدينة الصدر مع مسجل صغير، حيث سجل مع مجموعة من أصدقائه الموهوبين العديد من الكاسيتات، واشتهرت أغنية يا نورة وأغنية حبيبي قمرة من ألحانه، بعد أن قام الفنان الكبير قحطان العطار بتسجيلها بصوت. تعرف على ملحنين كبار أثروا تجربته الفنية، من هؤلاء الفنانين الملحن فاروق هلال والملحن كاظم فندي وجعفر الخفاف وطالب القرغلي، كما كتب له كبار الشعراء العراقيين نصوص أغنيته، لكنه يعتبر نفسه خريج مدرسة الفنان فاروق هلال الذي قدم جمعة العربي من خلال برنامجه ذايع الصيت أصوات شابة، ليبدأ العربي بعدها بالانتشار محليا وعربيا. بداية كنت مطرب كاسيت أصلا بالثمانينات، وأول ما غنيت ولحنت غنى لي الفنان قحطان العطار من الأغاني اللي كانت منتشرة بالسوق اللي هي نورة، حبنا ورا الزرعنا يا نورة، بال80 غناها سنة 80 أو 81 تقريبا، وأغنية حبيبي قمرة أيضا. بدايتي أنا مطرب أكتب وألحن وأغني، بس أنا يسألني أقول أنا خريج أكاديمية فاروق هلال، يعني هذا الرجل له صالون ثقافي في بيته. أنا دخلت عدة معاهد للتعلم المقام العراقي، كثير من المواضيع أنا دخلت فيها وتعلمت منها، ولكن كان التعليم الأساسي والمهم هو في صالون أستاذ فاروق هلال. الأشرطة يعني هذه الأولانية يعني صارت تاريخ يعني أو صارت ذكرى، تنذكر منها أغاني، عدة أغاني كانت جلسات على شكل جلسة تسجل مجموعة من الأغاني 8 أو 9 أغاني في شريط، وكانت على مستوى شعبي تنتشر، الله يا خلودة وكثير من الأغاني، حي ابن شمامات، يعني أغاني شعبية. ولكن في الفترة الأخيرة بعد التقائي بالأستاذ فاروق هلال صار الوعي أكثر والنضوج أكبر، اتجهت إلى القصيدة واتجهت إلى الأغاني اللي تعتبر مهذبة، في الأغاني اللي قريبة للنخبة والمثقفة العراقية. في زحمة الأغاني الخفيفة والسريعة التي كانت تسيطر على الساحة الغنائية العراقية، بدأ الفنان جمعة العربي بتلحين القصائد. بدايتي كانت يعني في وقت إنه ما كان أكو مكان أصلا للقصيدة، فأنا دخلت في، يمكن كان التوقيت غلط أصلا، طلعت القصيدة في زحمة الأغاني الخفيفة والأغاني السريعة في فترة تلفزيون الشباب، اكتسب الجمهور، ولكن جمهور النخبة صعب جدا إنه تلاقيه بأي مكان، يعني ليصلكم كل ما لدينا جديد وحصري. قصيدة تردي شعر على البندر والحان أستاذ فاروق هلال، وأيضا قصيدة بغداد كلمات ساز الموسوي أيضا من ألحان أستاذ فاروق هلال، ومجموعة قصائد المتنبي، وقصيدة النخلة لعبد الرزاق عبد الواحد هم أيضا ألحان أستاذ فاروق هلال. أغلب القصائد هي كانت من ألحان أستاذ فاروق هلال. لحنت أنا مجموعة من القصائد، من ضمنها قصيدة ادخلوا مصر من كلمات أسعد الغريري، وقدمت قصيدة أيضا لدمشق للمغرب العربي، يعني مجموعة قصائد لعدة عواصم عربية قدمتها في المهرجانات، في نالت استحسان الجمهور النخبة. أيضا كان يمتلك ميزات الفنان والملحن الناجح، واشتهر مع مجموعة من أقرانه الفنانين. في فترة الثمانينيات غاب الفنان جمعة العربي عن الساحة الغنائية العراقية في تسعينيات القرن الماضي. عن الأسباب يقول الفنان جمعة العربي: أغلبنا احنا المطربين الملتزمين غيبنا، ما غبنا احنا بصراحة، لأنه في فترة التسعينات اللي نتحدث عنها كان أكو تلفزيون شباب. تلفزيون شباب هذا كان يعني فرض مطربين على المستوى العراقي بشكل عام، يعني وإحنا كمطربين يعني مو بس أنا كريم منصور، حسن بريسم، مجموعة حلوة من المطربين، علي جودة، وحيد علي، يعني ذول المطربين اللي كل واحد إلى لونه الخاص وإلى أسلوبه الخاص. تغيبنا يعني احنا غصبا عنا، ما لقينا غير إنه نهاجر، اللي بقى حاول يبقى بالعراق بقى، واللي حاول يطلع برا يحاول يشوف يعني يجد نصيبه في البلدان العربية. فبصراحة يعني هاي الفترة يعني الانقطاع صار هو أثر بشكل كبير. بصراحة ركزت على التلحين أكثر واعتنيت في مطربين أكثر، يعني بداية ماجد المهندس كانت كلها على يدي، بعدين قدموا الصوت أني عراقي بنسائي نرمين من الأصوات العراقية المهمة جدا، يعني بس للأسف يعني ظلت الطريق بصراحة الطريق النجاح. يعني تعبت مع مطربين، يعني سيناء كنت معتي سيناء ظلمتوه بالوصف، ومجموعة من الأغاني يعني من أشهرهم ظلمتوه بالوصف. قرر أن يترك العراق منتصف التسعينيات، فأقام في عدد من الدول العربية والغربية ليستقر منذ سنوات في القاهرة. ويرى الفنان جمعة العربي أن رحلته السندبادية ساهمت في إثراء تجربته الفنية وانتشاره عربيا. من سنة 95 أنا كنت بالأردن، وتخللت عدة سفرات إلى أستراليا وإلى السودان وإلى سوريا لبنان، وآخر شيء استقلت بالقاهرة بمصر لمدة طويلة. اشتغلت بها في الاستوديوهات المصرية، وتعاملت مع مطربين عرب أيضا، وشغلت مكان في قناة القيثارة كمشرف فيها وفي الإدارة أيضا. قبل عودتي إلى بغداد أنا كنت في شمال العراق في أربيل. الاحتكاك بالمجتمع الخارجي هو مهم جدا، وخاصة احنا يعني
العراقيين، ولو الفترة الأخيرة صار انتشار عراقي عربي يعني موجود أبعاده إلى نتائج الحلوة، بس هو هذا الانتشار يعني والاحتكاك بالجو العربي خاصة المصري أكيد راح يضيف أشياء كثيرة للفنان العراقي والفنان العربي بصورة عامة. القاهرة فتحت له الباب للتعامل مع مطربين ومطربات عرب أمثال المطربة شمس الكويتية والمطربة الأردنية سميرة العسلي وأسماء أخرى، كما فسحت له المجال للعمل في مجال المسرح والتلفزيون والموسيقى التصويرية وكذلك الأوبريتات الغنائية، واستطاع في مصر أيضا أن يثبت وجوده كملحن عربي. أنا كان عندي عمل لمصر، كان منافسين ملحنين مصريين ومن ضمنهم نقيب الموسيقيين المصريين. النص توزع على مجموعة من الملحنين، هو هذا كان المفروض يكون مع غادة رجب العمل، بس للأسف صارت الأحداث الأخيرة بمصر، فاختاروا لحني مجموعة عمار الشريعي ومجموعة من الفنانين الكبار، اختاروا لحني أنا العراقي اللي ما لهم علاقة ما لي علاقة أصلا حتى بالمجتمع المصري يعني كعراقي، بس لأنه لحن كان مميز فاختاروا اللحن أنا من دون كل المجموعة الموجودة. تعاونت مع المطربة الكويتية شمس بمجموعة كبيرة من أغاني، واشرفت اشراف على صوتها وعلى تدريبها، وهسه هي في وضع اخر يعني غير الوضع الاولاني بعد ما نجحنا تقريبا في مجموعه من الاغاني. أكد الفنان جمعة العربي ان الفنانين العراقيين المنتشرين في دول عربيه يواجهون الكثير من الصعوبات والعراقيل، ورغم هذه الصعوبات فانه حقق شهره على الساحه العراقيه والعربيه. لا أنا بالمهرجانات كنت متواجد جدا يعني، ولكن يعني فترة بسيطة إنه شوية صار تعتيم شوية انشال على الفنان العراقي. إحنا كنا نعاني معاناة بالفضائيات العربية، نعاني إنه مطرب عراقي يراد له دعم كبير جدا، وخاصة الدخول إلى مصر يراد لها ناس أصحاب التجارب اللي يسبقون، مثل الفنان الكبير كاظم الساهر، يعني هو أدرى بجد تعب وجد صرف الأموال حتى يدخل إلى مصر، فكان التعتيم الإعلامي على الفنان العراقي كبير جدا. هسه شوية خفت من الأغاني اللي بقت في الذاكرة، أغنية حلو بعدك حلو، وأغنية تعالى حسن دراجي، أغنية تعالي اللي لحنها الأستاذ الكبير فاروق هلال، أيضا أخذت حيز كلمات كاظم عبد الجبار، هي أصلا كان مغنيها الأستاذ فاروق هلال، وغناها أيضا الفنان عبد الله الرويشد، ولكن أنا بتصريح من الأستاذ فاروق هلال نصا قال جمعة العربي في أدائه لأغنية تعالي تجاوزني شخصيا وتجاوز عبد الله الرويشد في الأداء. وعن نتاجاته وأعماله الجديدة يقول الفنان جمعة العربي إنه انتهى من إنتاج مجموعة من الأغاني الجديدة وضع كلماتها وألحانها. سجلت أغنيتين لمطربة جديدة عراقية إن شاء الله راح اسمها بان، هي من شمال العراق أيضا، قريب للأصوات النسائية أكثر من الرجالية، وعندي أغنية جديدة هسه راح يغنيها الفنان عبد الفلك من كلمات وألحاني. طبعا بالمناسبة النتاج الأخير هو كله من كلماتي ومن ألحاني، فأعمال جديدة إن شاء الله راح تشوفوها. وأيضا هناك أعمال مثل ما ذكرت مع الفنانة الكويتية شمس، أغنية دوت وصورتها بالمغرب، يعني ما انطوني فيزا الأخوة المغاربة إنه صوروا، فصورتها وحدها هي هناك، راح تطلع تنزل جديد، وسبق أن نزلها على الفضائيات العربية أغنية يا ملك اللي خليت بها الروح العراقية من خلال إيقاع الجورجينا ومن خلال نغم اللامي، فهي أغنية عراقية 100%، ووظفت أغنية عربية لخدمة هذه الأغنية اللي هي أغنية الماضي لك وبكرة لك وبعد لك اللي لحناها من ألحان بليغ حمدي، وظفت هذا المقطع إلى خدمة الأغنية، وصارت هذه الأغنية هي أغنية عراقية بلحن عراقي وبإيقاع عراقي. كذا الفنان جمعة العربي الذي يزور العاصمة بغداد حاليا أن الأغنية العراقية تعيش اليوم أسوأ مراحلها، معربا عن سعادته لأن الجمهور العراقي ما زال يتذكر أغانيه. أفرح لأنه الناس ما زالت تتذكرني وتعاتبني، وهذا دليل على حبهم وتمسكهم باللون اللي أنا قدمته. وأزعل لأنه بصراحة أنه أنا ما قدرت أواصل بالشكل اللي يعني كأنما أكو شيء أكبر من قابليتي وأكبر من يعني سبحان الله المشاكل الويلات التابعة واحدة للأخرى ما قطنا مجال بصراحة نلتفت لنفسنا. والفنان العراقي هو يعتبر مقاتل لأنه الظروف اللي مرت بنا ما مرت بأي فنان، يعني فنانين الخليج كل شيء متوفر لهم مادة والشركات احنا ما عندنا هذا. الفنان يعتمد على نفسه على جهده الخاص، يظل يحفر بالصخر، يعني وهذا موضوع قديم. يعني احنا شوف من ايام ناظم الغزالي لولا تلفزيون الكويت ما كان الى اصلا صوره في التلفزيون العراقي، مع انه التلفزيون العراقي هو من اول تلفزيونات في الشرق الاوسط. هذه معروفه يعني من زمان، يعني مغنيه الحي لا تطرب هذا متفقين عليه. واضافه الى هذه الويلات والمتاعب اللي احنا نمر بها، فعده عوامل. واللون الملتزم يراد له قنوات، يراد له اعلام، يراد له قوه توصيل. الأغنية الآن في أسوأ مراحلها مثل أي شيء بالعراق، والعراق يمر بأسوأ وضع. السبب إنه ماكو مهرجانات، ماكو قنوات تقدم مثلا سوي مهرجان للأغنية